كما يسعدني أن أتقدم بخالص عبارة الشكر والامتنان لمجلسكم على إيلاء أهمية بالغة للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا. أولا، التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بما في ذلك ابتداء من السنة الدراسية سيعطي دفعة قوية للمنجزات الوطنية التي تحققت في ملف الأمازيغية. نظم فريق التجمع الوطني الأحرار بمجلس المستشارين بشراكة مع جبهة العمل الأمازيغي لقاء دراسي حول موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والموضوع العام، يعني دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز هذا المسار اللي كتقوم به بلادنا في إنصاف الأمازيغية. كانت هناك حضور ديال مجموعة ديال الفعاليات أمازيغية. السيد الوزيرين مشكورين حضروا معنا، كذلك بكلمة وزير التعليم سي من موسى والسيد مصطفى بيتاس كذلك، وكذلك الرئيس ديال جبهة العمل الأمازيغي، كلهم يعني المداخلات ديالهم والحضور كاملين يعني شاركوا وتقدموا بنقاشات كانت في مستوى عالي، الشيء الذي سيعزز من وهي بادرة سيعزز من قدرات هذا الفريق ديالنا اللي كيهتم بهذا الموضوع جدا، خصوصا وان السيد رئيس سي عزيزة خنوش يعطيه اهميه قصوى، وحنايا كنحاولوا ان نواكبوا هذه الاهميه. يعني تدبير هذه المرحله ديال التنزيل الطابع الرسمي الامازيغيه، واللي هي مرحله جد حساسه، ويجب ان كيف قال السيد الوزير مصطفى بيتاس هذه المرحلة هي المناسبة للذهاب بهذا المسار إلى أقصى الحدود، خصوصا وأن السيد الرئيس كيشرف شخصيا على إنجاح هذا المسار. الخلاصات اللي خرجت بها هذا اليوم الدراسي هي خلاصات عملية. هناك اقتراح مخطط أعمال لتثبيت هذا المسار ديال تنزيل اللغة الأمازيغية. هناك مجموعة من الاقتراحات